السلام عليكم. في 2010 الولاية الأمنية ديال القنيطرة عرفت واحد المسلسل ديال عملية القتل المتوالية اللي وصلت ل3 ديال القتلى. والغريب والعجيب في هذه القصة هذه هو أن الضحايا والقتلى كانوا كلهم نساء معلمات، أي أن القاتل كان كيستهدف فقط المعلمات. وهذه الجرائم كانت كلها في شهر أكتوبر ديال 2010، وهذه الجرائم وقعت في مدينة القنيطرة، وبالضبط في سيدي حيا، سيدي سليمان، سيدي قاسم، مشرع بالقصيري. وفي كل مرة كان اختيار الضحية من النساء المعلمات. هنا من الطبيعي ولات واحد الحالة ديال الخوف والهلع في الصفوف ديال المعلمات بالخصوص، لأنهم عرفوا راسهم أنهم مستهدفات، إضافة للهضرة ديال الناس والموضوع ولا كل شيء كيهضر فيه. واحد النهار واحد المعلمة ما جاتش للمدرسة اللي هي كتقري فيها. هاد المعلمة كان في العمر ديالها تقريبا 25 سنة، وكارية في واحد الحي شعبي، كارية غير بوحدها. المهم ما جاتش هذاك النهار، عيطوا ليها الصديقات ديالها في التليفون ما كتجاوبش. الغد ليه نفس الأمر، كيعيطوا ليها ما كتجاوبش وما جاتش المدرسة عاوتاني. لما استمروا في الاتصال ديالها على الهاتف كيلقاو بأن التليفون ديالها طافي. هنا شي معلمات صحاباتها قالوا غادي نمشيو عندها في المكان اللي كتسكن فيه. بالفعل مشاو عندها. لما وصلوا للشقة كيدقوا عليها، حتى واحد ما كيرد عليهم. وهو يجي واحد السيد اللي كاري ليها هذيك الشقة. قال لهم داك السيد أنا ما شفتهاش يعني شي يومين دابا تقريبا، ورا آخر مرة شفتها كانت جات عندها واحد السيدة، جات هي وياها ودخلوا. هنا قالوا شنو غنديروا؟ غنعيطوا للبوليس. لما جاو البوليس ومن بعد الإذن من نائب وكيل الملك بفتح الباب، حلوا الباب ودخلوا. هنا كيلقاو الصدمة والمفاجأة اللي هي أن السيدة لقاوها مقتولة في الفراش ديالها، ومضروبة بعدة طعنات في جميع أنحاء الجسم ديالها، وحتى من الراس ديالها تا هو مضروب، أي أنها أخذت ما يكفي من الطعنات باش تموت. هنا البوليس عيطوا لمول الدار وعاود أكد لهم نفس الكلام، بأنه آخر مرة شافها هو يومين، وأنه شافها مع شي 6 ديال العشية تقريبا. وزاد قال البوليس أنه كانت معها واحد المرأة، وبأنهم دخلوا بزوج للدار. صحابات السيدة يعني اللي مقتولة حتى هما كيقولوا للبوليس بأنه يومين ما شافوهاش، وآخر مرة شافوها كانت واقفة مع واحد المرأة أمام الباب ديال المدرسة. وقالوا بأن هذيك المرأة كانت كتطلب فيها بأنها تعاونها، وسمعوها كتقول ليها راه راجلي جرى عليا من الدار وضربني، وما عنديش العائلة ديالي هنا يعني في مدينة القنيطرة، وبغيت نبات عندك الله يرحم لك الوالدين غير حتى للصباح ونشوف اشنو ندير. وقالوا من تما داتها معاها ومشات، وهذيك هي آخر مرة شفناها فيها. هنا البوليس عاودوا عيطوا لهذاك مول الدار اللي كانت كارية عنده المعلمة المقتولة، وقارنوا الأوصاف ديال المرأة اللي جات مع المعلمة اللي عطاهم يعني الأوصاف اللي عطاهم السيد، يعني عيطوا ليه باش يعطيهم الأوصاف ديال السيدة اللي جات مع المعلمة، وقارنوها مع الأوصاف اللي عطاوه المعلمات صحاباتها. كيلقاو بأن نفس المواصفات، أنها امرأة قصيرة ورقيقة ولابسة جلابة زرقاء ودايرة زيف كحل. المعاينات والبحث اللي داروا البوليس تبين لهم من خلاله أن السيدة ماتت وهي ناعسة، أي اللي قتلها خلاها حتى نعسات، لأنهم ما لقاوش شي آثار ديال المقاومة. والغريب هو أنهم ما لقاوش ما يدل على أنه كاين شي سرقة، لأنهم لقاو البزطام فيه الفلوس محطوط حدا المعلمة اللي مقتولة تقريبا شي 16,000 ريال. هنا البوليس تأكدوا بأن القتل ما كانش بدافع السرقة، ولكن كان لدافع القتل فقط. واخا نخليو هاد الجريمة ونمشيو للجريمة الثانية اللي وقعات بعد الجريمة الأولى ب4 أيام. الجريمة كانت حتى هي معلمة، واحد المعلمة بسيدي قاسم، حتى هي ساكنة بوحدها تقريبا في العمر ديال 28 سنة،
لقاوها مقتولة بنفس الطريقة، مضروبة عدة طعنات في الصدر ديالها، وحتى هي تقتلت وهي ناعسة في الفراش ديال النوم. هنا زادت الحالة ديال الخوف والرعب، وخاصة المعلمات. دازت تقريبا يعني واحد المدة ديال أسبوع كيلقاو الجريمة الثالثة اللي حتى هي واحد المعلمة كذلك كتسكن في سيدي يحيى، تقتلات بنفس الطرق اللي تقتلوا بها المعلمات الآخرين. هنا فاش كتكرر نفس الجريمة، وخاصة جريمة القتل في نفس المدينة، كيكتر القيل والقال، وكل واحد كيبقى يفسر من عنده، والناس كتبدا تزيد فيه، وكتطلق بعض الإشاعات اللي ما كايناش منها. وهذا الشيء هو اللي كيزيد يخلق واحد النوع يعني كبير من الرعب ومن الخوف والهلع عند الناس، وخاصة كما قلنا المعلمات. وما كيطمئن يعني المواطن أو الساكنة حتى كيتشد داك المجرم. هنا الوالي ديال ولاية أمن القنيطرة استنفر جميع الوسائل البشرية والمادية اللي عنده وجميع المصالح الأمنية، وتم تكثيف الجهود بعد ما عرفوها بأنها مجرمة ماشي مجرم، من خلال يعني هذه الطريقة اللي كتقتل بيها، ومن خلال الشهود اللي كانوا كيخبروا البوليس بأنهم آخر مرة شافوا يعني الضحايا شافوها وهي مع امرأة. كيف قلنا والي الأمن قرر واحد الخطة بواحد الفخ اللي غادي يطيح هاد المجرمة. هنا اقترح والي الأمن واحد الخطة أنهم يزرعوا واحد العدد كبير من المفتشات ديال الشرطة في عدد من المدارس اللي يمكن يعني تكون هدف بالنسبة للمجرمة. وهنا وافقوا على هذه الخطة، وبالفعل داروا مفتشات في جميع المدارس ديال المدينة، واختاروا هاد المفتشات وفق واحد المعايير وواحد المواصفات يعني خاصة، ديال أنهم لا بد يكونوا مفتشات قصار يعني في القامة، يعني قصار شوية ورقاق. علاش؟ لأن هادوك المعلمات اللي تقتلوا كانوا كلهم قصارات ورقيقات، ورجحوا أن المجرمة تقدر تكون كتستهدف هاد النوع من المعلمات. هاد المفتشات لعبوا الدور ديال المعلمات في عدد من المدارس، ودازت تقريبا واحد يعني 2 ديال الأسابيع على هاد الخطة هذه، ولكن ما كاين حتى شي نتيجة. ولكن في واحد العشية واحد المفتشة غادية خارجة من المدرسة وهازة الحقيبة ديالها يعني في يديها، فإذا بها كتوقف عليها واحد المرأة لابسة شي حوايج كيبينوا بأنها ما فحالهاش، وطلبات منها أنها تعاونها، وقالت ليها باللي راجلها ضربها وجري عليها وما عندهاش فين تبات. يعني نفس الكلام ونفس داك الشيء اللي سمعوها هادوك المعلمات، يعني بأنني جري عليا راجلي وضربني وما عنديش فين نبات وما عنديش عائلتي هنا في القنيطرة إلى آخره. هنا وبالتنسيق مع الفريق ديال البوليس قالوا البوليس المفتشة ما تسرعيش وخليها معاك، خذيها معاك. وبالفعل قالت لها المفتشة مرحبا بك، ولكن قبل ما نمشيو يلاه معايا للمارشي نجيبو شي تقدية. علاش قالت لها يعني المفتشة هكا؟ من أجل باش البوليس الآخرين يوجدوا شي سكن أو شي دار اللي غينفذوا فيه الإيقاف ديال هاد السيدة هذه. بالفعل ديك المفتشة داتها معاها المارشي، تقداو وجاو دخلوا للدار، والدار بالفعل يعني كانوا فيها البوليس في واحد البيت. هنا المفتشة قالت لديك المرأة أنا صراحة ما فيا يعني اللي ياكل، وراني عيانة وغدا الصباح عندي الخدمة، غنحاول أنني غنمشي نعس، وانت لا بغيتي تعشاي ولا تاكلي سيري طيبي راه الكوزينة هنايا. هنا هذيك المرأة حتى هي يعني كتطالب عليها، قالت لها حتى أنا ما فياش الجوع وباغيه غير النعس. قالت لها المفتشة واخا تعالي نعسي في هذا البيت هذا. المهم المفتشة دخلاتها لواحد البيت وقالت لها ها انت نعسي هنايا. هنا شنو غادي دير المفتشة؟ جات لبلاصتها وحطات المساند والوسايد وغطاتهم بواحد المانطة وكأنها ناعسة، وقطعات الضوء على الدار، ومشات دخلت عند البوليس في داك البيت الآخر وبقاو كيتسناو. دازت تقريبا يعني شي ساعة ديال المكانة، كيبان لهم السيدة خرجات من البيت وهازة واحد البيل صغير وجات كتسلد بشوية بشوية بشوية، وصلت حدا الفراش ديال المفتشة وبدات كتضرب، وهما يخرجوا عند البوليس. قالوا لها مرحبا بك على سلامتك، داروا ليها المينوط، ولكن
الامر ما سالاش حد هنايا. كاينه واحد المفاجاه، هي انه بعد ما اتصلوا بالفريق ديال البوليس اللي متربص في الشارع، اللي كان معاهم الوالي بنفسه، اللي قال لهم حلوا الشرجم وعطيو اشاره بهذاك البيل، بالفعل هزات هذيك المفتشه هذاك البيل وخرجت يدها من الشرجم وعطات اشاره بالبيل، وهي تجي واحد السياره كات كات بواحد السرعه خياليه. نزل منها شاب في العمر ديالو تقريبا واحد 32 سنه، وبدا طالع مع الدروج ديال الموبل حتى وصل عند الباب ديال الشقه، وهما يحلوا ليه البوليس. حلوا ليه البوليس الدار، داروا ليه المينوط وداوهم للكوميساريه. بطبيعه الحال البوليس ما محتاجينش الاعترافات ديالهم، ولكن السؤال اللي كان هو علاش كتقتلوا وعلاش بالضبط المعلمات. هذيك المراه اللي كتنفذ العمليه ديال القتل كتقول بان هذا السيد هذا كيعطيني 5000 درهم مقابل اي عمليه، وهو كيقول انني انا كنكره المعلمات. وقال البوليس بانه كان كيعرف شي معلمه كان حتى قرب يتزوج بها ومشات تزوجت واحد اخر، وبطبيعه الحال بقى حاقد. وبما انه هو ولد عائله كبيره وغنيه وعنده امكانيات بانه ينتقم لراسه، حط راسه في هذا الموقف هذا ومشى بالمؤبد هو والسيده اللي كانت معاه. الى هنا مشاهدينا الكرام غنكون سالينا قصه وقضيه اليوم. نطلب الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا وان يحفظكم. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.